بما ان اليومين دول الجو برد جدا، فده احسن وقت نعمل فيه حمص الشام ونتدفى بيه. يلا بسرعة اوريكم عملته ازاي. عندي هنا كمية من الحمص منقوعة لمدة ليلة كاملة. النقع مهم جدا عشان ده بيسهل في عملية هضمه، وكمان بيساعد ان احنا نتخلص من اكبر كم من المواد الضارة اللي بتبقى موجودة في الحمص، لان هي بتأثر على امتصاص المعادن في الجسم. وكمان النقع بيخليه ما ياخدش وقت طويل في التسوية، ممكن تنقعوه من ساعتين لحد الليلة كاملة. والحمص بعد النقع بينفش وحجمه بيزيد زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. المهم حطيته على النار ومش هغطي عليه علشان لو فيه لسه اي مواد ضارة دي بتتطاير مع البخار. وكمان لو طلع اي ريم على الوش بنشيله وبنتخلص منه. واول ما بيبدأ يدخل فيه التسوية، وده بيكون تقريبا بعد 10 دقايق بس، هنضيف نص لتر من الطماطم المعصورة، وكمان هنضيف مكعب من مرقة الدجاج او اكتر على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. وهو ده سر حلاوة حمص الشام بتاع الكورنيش. المهم هنضيف كمان نص معلقة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من البابريكا الحلوة، وهنقلب كل ده مع بعض وهنسيبه ياخد غلوة واحدة بس. واخر حاجة وقبل ما نقفل عليه هنظبط الملح بتاعه، وهنضيف معلقة كبيرة من الكمون ونص معلقة من معجون الطماطم. ولو احتاجنا ان احنا نزود مية ممكن نزود مية مغلية ونسيبه ياخد غلوة واحدة كمان بس. وبس كده بقى جاهز معانا الحمص. النقع بيوفر وقت كتير جدا، وفعليا ربع ساعة وبتكوني خلصتي. صبينا بقى كوباية من الحمص وتعالوا نعمل لها الدقة المشطشطة. هنضيف معلقة كبيرة من الشطة، وكمان عليها معلقة كبيرة من الكمون، وعصير 3 ليمونات تقريبا، وهنضيف عليهم حوالي فنجان من مية الحمص، وهنقلبهم مع بعض. وبس كده الموضوع بسيط جدا. هنضيف منه بقى لكوباية الحمص، ولو عايزينها ما تكونش مشطشطة قوي شيلوا معلقة الشطة او قللوها. وبس كده بقى جاهز احلى كوباية حمص. شايفين اللون وشامين الريحة؟ يا ريتكم شامين. البيت كله هيتدفى على حسه. جربوه على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. انا سارة هلال. لو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني وتزوروا الاكاونت بتاعي، هتلاقوا فيه وصفات ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.